اهلا بيكم. مش معنى ان الفراخ واللحم غاليين يبقى ما ناكلش بروتين. النهارده هنعمل صينيه البروتين المتين. عايزه اقولك ان الصينيه دي كلفتني 12 جنيه وبس. ناس كتير الفتره دي بتدور على اكلات اقتصاديه وفي نفس الوقت صحيه. تابعوني الفتره الجايه ان شاء الله، هنزل لكم فيديوهات فيها افكار ان احنا ازاي نعمل اكلات اقتصاديه وصحيه. قبل ما نروح نشوف الطريقه، لو انت اول مره تشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف الطريقه. هيبقى عندي طاسه سخنه على النار، هنزل فيها بمعلقتين زيت. انا عارفه ان الزيت غالي بس خليكي كريمه شويه وحطي معلقتين كبار. وكمان كنت مقطعه بصلايه متوسطه مخرطاها خرط رفيعه جدا زي ما انت شايفه. هحط بقى البصله كده على النار وادبلها. انا مش عايزاها تحمر او تاخد اللون الذهبي او الاصفر، انا عايزاها تدبل فقط لا غير. تمام كده. وبعد كده هنزل بقرن فلفل. انا حطيته حامي، انت بقى وحريتك تحطيه حامي تحطيه بارد، دي حاجه ترجع لك. وقلبي بقى لحد ما تشمي كده ريحه الفلفل. وخلاص هنا انا كده كنت خلاص، ده اللون ده اللون اللي انا عايزاه. طفيت النار بقى ونزلت ببصلايه تكون مبشوره مش مفرومه، مش مضروبه في الخلاط. وكمان نزلت بنص ربطه من الخضار، بقدونس على كزبره. وحطيت هنا بقى البهارات بتاعتي، كانت ملح وفلفل اسمر وبهارات مشكله. وحطيت 4 بيضات. تمام. 4 بيضات ب 12 جنيه يا جماعه، ما حدش يقول ان هو اغلى من كده. انا جايبه طبق البيض من كازيون ب 90 جنيه، في 30 بيضه، يعني البيضه ب 3 جنيه. واظن كازيون منتشر في كل انحاء الجمهوريه يعني. وقلبي بقى كويس كده يا ست الكل. وبعد كده هضيف 3 معالق كبار، 3 معالق كبار هرميين من الدقيق. والدقيق ده علشان يربط لي كل الحاجات دي مع بعض. وبعد كده هحط ربع معلقه من البيكنج باودر. تمام كده. ولو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. وقلبي بقى كويس يا ست الكل لحد ما كل الحاجات تندمج مع بعض. وكنت مجهزه القالب بتاعي ودهناه زيت ورشاه رشيه رشه كده كويسه من البقسماط المطحون، علشان يعني بعد كده ما تيجي تطلعي العجه ما تلزقش معاكي في الصينيه. وحطي بقى الخليط بتاعك وهزيه كويس جدا، وعلى فرن درجه حرارته 200. اخدت بالظبط ربع ساعه. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. وادي النتيجه زي ما انت شايفه، طعمها كان تحفه اكتر من رائع. وعملت معاها بطاطس محمره وخس. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وافادتكم، وشكرا.